من مزايا الذكر أيها الإخوة أنه عمل قليل وأجر كبير. عمل قليل وأجر كبير. أضرب مثال لو سمحت، انتبه معي بارك الله فيك. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها. خرج من عند أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها، ثم عاد في الضحى وإذا بها جالسة في مصلاها تذكر الله عز وجل، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما زلت على حالك الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله، أذكر الله. تخيل يا عبد الله، تخيل يا أمة الله، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من صلاة الفجر إلى منتصف الضحى وهي في مصلاها، لكم أن تتخيلوا، تقرأ القرآن، تدعو الرحمن، تسبح، تهلل، تستغفر، تدعو 3-4 ساعات. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 3 كلمات أو 4 كلمات 3 مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. شوف، اسمع يا رعاك الله، اسمعي يا رعاك الله، 4 كلمات 3 مرات. أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أيها الإخوة 3-4 ساعات وهي جالسة تذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال أهل العلم: وأما المرأة فإذا صلت في مصلاها ثم جلست تذكر الله حتى يطلع عليها أو تطلع عليها الشمس ثم صلت ركعتين كتب لها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أم المؤمنين رضي الله عنها 4 ساعات وهي في مصلاها، ما هي نايمة، ما هي غافلة، إنما تقول: يا رسول الله أذكر الله. قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 17 ثانية يا إخواني، 17 ثانية. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ تعدل بما قلت منذ أن أصبحت. طيب يا إخواني، الحديث هذا أنا متأكد مر علينا مئات المرات، لكن بصراحة هل تفكرنا فيه؟ طبعا سبحان الله وبحمده يا إخواني أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث الصحيح عند مسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. دعونا يعني نستشعر قليلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه. أسألكم بالله أيها الأحبة، من منكم، من من البشر، من من المخلوقات يستطيع أن يحصي عدد ما خلق الله؟ انظر أيها الأحبة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وكيف فتح لنا بابا عظيما. قال: عدد خلقه. كم خلق الله؟ مليار؟ مليارين؟ 20 مليار؟ مليون يعني تريليون؟ قل الأرقام التي في بالك، والله ما تستطيع أن تصل إلى العدد الذي خلقه الله. حسبة بسيطة. اليوم أنا جاي من جدة، أنظر يمنة ويسرى، صحاري مد البصر، الغبار في الأرض وفي السماء. فأخذت أتفكر في هذا الحديث: من يحصي عدد الرمل؟ من يحصي عدد الغبار؟ من يحصي عدد التراب؟ من يحصي عدد الحصى؟ من يحصي عدد الذر؟ من يحصي عدد الأشجار والأطيار والأزهار والثمار والأسماك والطيور؟ كل شيء، الإنس والجن من يحصيهم؟ أنت يا عبد الله في داخلك الآن
ملايين الملايين من كريات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية. تدخل الآن تجلس نص ساعة ساعة، تخرج ماتت ملايين وأحيت ملايين. من يحصيها؟ من يحصيها يا إخواني؟ طيب احنا قلنا الآن من جدة إلى المخواه 350 كيلو 400 كيلو، انظر كم فيها من المدر والغبار والشجر وكل ما تقع عليه عينك. طب لو قلنا بس في المنطقة الجنوبية، طب لو قلنا في المملكة العربية السعودية، طب لو قلنا في قارة آسيا، طب لو قلنا في الكرة الأرضية، طب لو قلنا أيها الإخوة في المجموعة الشمسية، في النجوم أيها الأحبة أكثر من 100 مليون نجم. أصغر نجم مثل الشمس أكثر من 150 ألف مرة. المجرة، مجرة درب التبانة، كم فيها؟ السماء أيها الإخوة فيها مئات الملايين من المجرات. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هل فيكم أحد أيها الإخوة حاول يستشعر هذه المعاني؟ أنا حتكلم بس على التراب والغبار والمدر بس فقط، فكيف يا إخواني بالمخلوقات؟ ولذلك الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم جمعها لك فقال سبحان الله وبحمده عدد خلقه. لسه ما وصلنا المرتبة الثانية، ما وصلنا زنة عرشه، ما وصلنا رضا نفسه، ما وصلنا عدد كلماته. من يحصي هذا أيها الأحبة؟ من يحصي هذا؟ هذا الكلام، هذا الحديث حديث صحيح والأمة مجمعة على صحته، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يحافظ عليه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، الله أكبر أيها الأحبة. كم نملك من الكنوز ونحن في تفريط. كم من إنسان يجلس مجلس ولا يذكر الله. انظر كيف الترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة، إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. حديث آخر ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله ولم يصلوا عليه اللهم صل على محمد إلا قاموا كأنما قاموا عن جيفة حمار. من منا يرضى هذا؟ يا إخواني والذي لا إله إلا هو أنها الغنيمة الباردة، والله أنها الكنوز المضيعة، والله أنها غراس الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله ما يزال الإنسان يذكر الله والملائكة تبني له في الجنة، فإذا توقف عن الذكر توقفت الملائكة عن البناء، فإذا عاد إلى الذكر عادت الملائكة إلى البناء. أين نحن من هذه المعاني؟ أيها الأحبة، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. انظروا الله سبحانه وتعالى يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا فين يا إخواني؟ في الجنة، صحيح؟ طيب ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ماذا نريد بعد ذلك؟ أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا. شوف يا إخواني هذا النعيم الذي لا يمكن أن يطرأ على بال إنسان. أقل أهل الجنة منزلة ومرتبة من يملك 10 أضعاف الدنيا. هل أحد ملك الدنيا يا إخواني من المخلوقات؟ لا والله. أقل أهل الجنة أيها الأحبة من يملك 10 أضعاف الجنة، 10 أضعاف الدنيا. إذن هذا أقل واحد، هذا الفقير في الجنة يا إخواني يملك 10 أضعاف الدنيا. طيب ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل الجنة إن أهل الجنة إن أهل الجنة
ليتحسرون على مجلس جلسوه في الدنيا لم يذكروا الله فيه. الله أكبر. يا أخواني الجنة ما فيها حسرة، يا أخواني الجنة فيها كل ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، لكن الحسرة موجودة والله ليس على شيء من الدنيا، لا مالها ولا متاعها ولا مناصبها، إنما الحسرة على مجلس جلسوه في الدنيا لم يذكروا الله فيه. أبعد هذا أيها الأحبة أن نغفل؟ أبعد هذا نكسل؟ أبعد هذا تلهينا أمور الدنيا؟